السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ عندنا هنا الكوسة ايه بطريقتين. بصوا، بصل مفروم وثوم مفروم وعصقتهم وبقلب ومعاهم ورق ولورا وبقلبهم ايه كده بالكوسة. لما فضلت ايه لما يتشربوا من بعض كده وتنزل كل السوائل اللي فيها الكوسة، اعمل ايه بقى؟ وهنا ورق اللورا بشوية بهارات، برضو نفس الحركة عملتها هناك بالتكة اهي. وهنا اهو ورد ايه الكوسة، شايفين اهي، وشويه رز وشويه ايه لحمه مفرومه. لقيتهم متعصجين عندي، كنا عاملين لحمه مفرومه ببيض وخدت حته، قلت ايه اعمل بيها ايه، اعمل بيها طبق كوسه لحمه مفرومه. وفي اللي عايزه ايه محشيه ايه باللحمه المفرومه، قلت احط شويه الرز على شويه لحمه واحشي. بس الطاقه دي اللي جايه دي، بصوا ورق الحشو بتاعها اهوت اهو بتاع الكوسه مرموهوش. ده تقلبي معاه بصله وشويه فلفل وشويه ملح وتقلبيها كده وتحطيها هنا، تبقى في الكوسه من تحت. وما نحكي وبصوا قورتها بالنوار وبشرتها كده، ادت المنظر اللي انتوا شايفينه ده اهي. شايفين جمالها وحلاوتها. هنحط بقى الرز على اللحمه ونقورها ونحشيها. وهنا ديت كده ايه اهيت. هحط بقى ايه ليها الطماطم معايا، ايه كيس طماطم اهوت كنت ايه شايلاه، برضو كان في بصل اهو، بحط قشره البصل كده دي علامه. ودي بقى ايه هفردها كده واما احشي اقوم ايه حاطه ده هنا. هنرجع مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. رجعت لكم تاني يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى بعد ما حشيناها الكوسه بالجمال والحلاوه دي، شايفين عملتها وحلاوتها. حطيت بقى تحت ايه اللي طلع من قلب الكوسه مع شويه الرز اللي فاضوا. هنحط بقى دلوقتي ونعمل ايه، بس بحطها كده ايه عكس خلف خليف. هنا بقى ما ننساش ايه علشان اللون يفضل اخضر تحتفظ باللون الكوسه، تحط ايه رشه الملح كده. اللون ده دي تحتفظ باللون بتاعه، وهي ايه حتى لو خزنتيها برضو يفضل اللون بتاعه اخضر وحلو. برضو هنا حبه ملح كده. طبعا انا بهرتها وعملت كل حاجه. وهنا بقى عشان الحموضه نعمل ايه، ما تنسيش شويه السكر برضو نحط هنا شويه عشان ايه اللحمه مفرومه فيها ايه طماطم. وهنا عندنا ايه طبعا الفلفل الاسمر. هنا عندنا ايه ميه مغليه اهي متبهره وكل حاجه، برضو نغطيها بقى كده ونشوف لما تغلي بقى هيحصل ايه، نرجع مع بعض ونشوف. وهنا الكوسه برضو لما تغلي هنشوف الدنيا فيها ايه. ما تنسيش بقى طاقه ايه السكر عشان الحموضه ورشه الملح علشان ايه اللون الاخضر. بصوا يا جماعه بقى وهي بتستوي، بصوا الخضار محتفظه بخضارها وجمالها ازاي. وهنا برضو بصوا جمالها وحلاوتها. عارفين بقى يا جماعه شويه الكوسه الحلوين دول، ايوه من غير لحمه بس والله العظيم الريحه طالعه اخضر خطير وريحتها جميله جدا والطعم جميل جدا. دي عايزه يا جماعه طبق رز. عايزين بقى تعملوا رز ابيض، تحطوا شويه رز، كوبايه رز كده ولا كوبايتين تبع المقدار اللي انتوا عايزينه، شحوه بالسمنه او بالزيت النضيف وايه، وتعملي طبق رز ابيض. او بالشعريه تحمري الشعريه، لما اتحمرت تقومي حاطه ايه على كوبايتين الرز وتقلبوهم مع بعض وتشربيه وتاكلوا بقى احلى كوسه. تحطي بقى بالصلصه الجميله دي، بصوا جمالها وحلاوتها والبصله حلوه ازاي فاتحه مش غامقه عشان الحر، غير بقى طاقه السكر اللي حاطينها عشان الحموضه. تعملي بقى طبق رز بشعريه وتغرفي بقى وتاكلوا. وهنا بقى الجمال والحلاوه دي اللي عايزينها بالصوص الابيض كده زي ما انتوا شايفين، عشان بقى ايه كل واحد وظروف صحته. اول ما الرز ده كده يستوي تعرفوا ان كله ايه مية مية. بصوا شكلها لما عملتها جربتها كده بالايه بالمقوار، بصوا الشكل بتاعها جميل ازاي، ولا تلزق بقى ولا حاجه. هي والخضره بتاعتها تحت اهي قلب الكوسه. اوعوا ترموا قلب الكوسه يا جماعه، قلب الكوسه جميل. بصوا حتى حته لحمه اهي مفرومه وقعت فيها. ما يكملوا بقى سوا هوريها لكم. بصوا ايه بحط الشوكه اهي مش عايزه تخش. طب اشوف هنا كده، هنا دي استوت اهي عشان دي استوت ليه علشان عملتها قلبتها وسبتها تنزل السوائل اللي فيها مع البصله والثوم. جميله
دي لسه. دي لو انا افتكرت كنت شوحتها برضو. بص اللون اخضر ازاي وجميل اهو. كوسه بطريقتين في مطبخ ام حسن. عندك بقى لحمه مسلوقه تحطي، عندك كوسه لحمه معصجه تحطيها على الوش، ما عندكيش خلاص هنعمل ايه؟ نقول الحمد لله. المهم في طبيخ، اكله سريعه جميله هي. تعملي بقى جنبها شويه رز وتاكلوا وتتهنوا. اما نشوف بقى النتيجه النهائيه هيحصل ايه. دي كده خلاص استوت اهي. دي كده جميله جميله، بس هسيبها ايه تدي طاقه كده اهي. وهرجع لكم واقول لكم في حاجه بقى هقولها لكم دلوقتي تكون دي برضو ايه استوت اهي. انا بحط كده على الاكل كده بيبقى ايه احلى. تحطوا كده بقى على الاكل كده يبقى جميل جدا. هنرجع مع بعض لاخر الفيديو، خليكم عشان في تكه هقولها لكم دلوقتي. بصوا بقى يا حبايبي لما رجعت لكم تاني، بسم الله ما شاء الله. بصوا استوت. بصوا خضره زي ما هي ازاي، شايفين الجمال والحلاوه. بسم الله ما شاء الله. هغرفها بقى كده. بصوا اهي بدوس عليها ايه استوت اهي. شايفين جمالها وحلاوتها. بصوا اللحمه فيها حلوه ازاي، جمال والحلاوه. هغرف بقى كله وهتشوفوا دلوقتي وايه. وهنغرف الجمال والحلاوه دي برضو اهي، والخضار والحلاوه زي ما هي. بصوا كده. ختمت بقى دي ليه ختمتها ليه؟ ختمت لي كده عشان اهي التكه دي. بصوا يا حبايبي بقى بعد ما غرفنا ووضبنا وكله، شموا بقى الريحه. تحطوا بقى ايه عودين خس حلوين كده، قلب خاصية جميلة اخضر كده زي قلبكم، قلب حلو كده، خاصية زغططة كده، تشكيلة كده، حاجات حلوة. ايوه. وشوية مخلل، خيار كده مخلل، زيتونة، بصلة. بصل القرمة ده الصغير ده بيبقى جميل اوي في التخليل، حتة قرنبيطة مخللة، كل ده كده. بعدين بقى بصوا شوفوا بقى لما قطعتها كده. بصوا يا جماعة ريحتها وطعمها حاجة خطيرة خطيرة خطيرة. ممكن تحشيها بالرز والخضرة، خلطة المحشي العادي، وممكن تحشيها باللحمة المفرومة كده بس عادي. طعمها جميلة جميلة جميلة. والخلطة اللي تحت اللي حطيتها بقى قلب الرز، قلب الكوسة، عصرة الرز اللي فاضوا استووا مع بعض مع بصلاية دعكتهم شوية فلفل أسمر. جميلة جميلة جميلة. لأول مرة بقى يا جماعة نشوفوا القناة بتاعتي بالشيرك كده، اعمل لي لايك جميل كده وكومنت كده جميل زيكم. قولوا ايه رأيكم. لأول مرة بقى يشوفني يا جماعة واللي معايا من الأول ربنا يخليكم يا رب، يديكوا الصحة ومحرمش منكم يا رب. الفيديو ده يكون عجبكم، وارجو ايه تتابعوني على طول في قناتي عشان القناه تنور بيكم كلكم يا رب. ربنا يخليكم ويديكم الصحه. انت تحطوا عود الخس ده هنا كده، يبقى هنا في حاجه خضراء وهنا حاجه خضراء واحمر، يبقى الالوان كده جميله قوي يا جماعه في الاكل. الاخضر، الاحمر، الابيض، والابيض بقى ايه احمر برضه عشان ايه البنجر. خيار مخلل، الخيار الصغطر ده برضه جميل قوي. ممكن تغلي الميه وتحطيه فيه هتاكليه على طول في ساعتها سريع، وممكن تخليه التخليه العاديه زي ما بنخلله كده طول عمرنا عادي. هي برضو جميل قوي. دي الخلطه دي هيسيبوا المحشي، هيسيبوا الكوسه دي وجمالها وحلاوتها، وهياكلوا ايه الخلطه دي من حلاوتها وجمالها. وبرضو اديتها ايه رشه كده ايه من هنا، الرشه من على الوش دي دي ختمت كده وقمت غرفيها. خليكم كده معايا لاخر الفيديو عشان ايه بيبقى فيه تكات وكلام كده وحركات نقولها مع بعض. لو تدوقوا الجمال والحلاوه بسم الله ما شاء الله. ونورتونا وشرفتونا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول لكم كل عام وأنتم بخير بمناسبة الأيام المفترجة ودخلت علينا رمضان. يا رب يجعله صيام مقبول لينا وليكم جميع المسلمين وكل الناس يا رب العالمين، كل اللي صايمين يا رب، كل اللي هيصوم ربنا يخليكم يا رب. ونورتوا القناة وجزاكم الله خيرا على ايه على الدعم القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم بخير بمناسبة رمضان. علقتوا يا جماعة الشمع، علقتوا زينة رمضان. كل عام وانتم بخير. احلى طبق كشري بالصلصة والدقة والشطة، زيت البصل،
والحمص الشام على الوش والبصل المحرمش وايه ورز بلبن. وانا عملت لكم كتير رز بلبن. كل عام وانتم بخير.